السلام الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بالف صحه وعافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسمين باتيس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عيد ميلاد ولدي. صراحه حضرت اطباق اللي رائعه، يعني واحد البوفي اللي جا رائع، ونتمنى الاخوات اللي باغا دير عيد ميلاد الابناء ديالها ولا البنيتات ياخذوا افكار. المهم هنا انا خديت لو تيم ديال ميكي ماوس اللي كلشي كيعجبو، وانا راه ديجا كيف ما كتشوفوا راه عندي واحد ميكي كبير. كان جابتو الاخت ديالي لولدي في العيد ميلاد ديالو الاول، ومنه استوحيت لو تيم. المهم اول حاجه بديت بها هي انني صوبت ميكي ماوس بالعجينه ديال السكر. كيف ما كتشوفوا المهم خدا ليا من الوقت 5 ساعات، وانا كنركز على الملامح ونركز على بزاف ديال التفاصيل حتى حصلت على هذا الشكل. الماتيريال ديجا وريته لكم، يعني ماتيريال بسيط، بقيت بشويه بشويه حتى قديت ميكي ماوس كيف ما كتشوفوا، وما شاء الله جا كيف ما انا تمنيتو، كيف ما انا تخيلته. المهم غادي نخليكم مع المقادير ديال الكيك. أو بالنسبه للجينواز عندي هنا 9 البيضات اللي فصلت الصفار على البياض، عندي قبيصه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الفانيلا، ودي 360 غرام ديال السكر سنيده، و 385 غرام ديال الدقيق. المول اللي استعملت هو في القطر ديالو 20 سنتيمتر. المهم غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله طريقه التحضير. المهم اخواتي كيف ما كتشوفوا هنا استعملت العجانه، وصراحه عاونتني بزاف بزاف في التخلاط، وكذلك انها طربت ليا البيض ديال البيض بواحد السرعه اللي قصوى، يعني ما خديتش من وقت بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا هنا درت البياض مع السكر، البيض مع السكر سنيده، مع قبيصه ديال الملح والفانيلا، حتى ضاعف الحجم ديال البيض، وبديت كنضيف في الاصفر حتى كملت يعني الصفار اللي عندي كامل. كنخلط مزيان المكونات حتى كيندمجوا، من بعد كنحيد الباطور وكنستعمل الطراب اليدوي اللي هو الفوي. كنبداو ندخلوه في الدقيق بشويه بشويه، واللي بغات الجينواز تكون تحصل عليها يعني تكون بالشوكولاته كدير 360 غرام ديال الدقيق زائد 25 غرام ديال الكاكاو يكون من نوعيه جيده. انا هنا فضلت تكون جينواز بيضاء، ولكن راني دخلت فيها واحد الطبقه اللي هي سوداء. المهم هنا غادي نكب الخليط ديالي وندخلو الفران حتى طيب ليا لاجين. هنا اخواتي غادي نصاوب الكاناج بالشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء اللي من نوعيه جيده. بالنسبه للكاناج ديال الشوكولاته البيضاء كنحتاج 200 غرام ديال الشوكولات الابيض و100 غرام ديال الكريمه الساخنه، يعني تكون سخونه. اما بالنسبه للكاناج الاسود استعملت 200 غرام ديال الشوكولا السوداء زائد 150 غرام ديال الكريمه الساخنه. كنخلط المكونات كاملين حتى يذوب ليا الشوكولاط مزيان. المهم بالنسبه للشوكولاته السوداء راه دغيا كتذوب، يعني دغيا ما خداتش ليا واحد الوقت اللي هو كبير. اما بالنسبه للشوكولاته البيضاء ضروري شويه العكوسات. المهم بقيت عليها حتى ذوبتها، درت لها باماغي حتى ذابت. من بعد كتاخذوا السلوفان وكتغطيو الوجه كل من الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء، وتخليوها فوق سطح العمل بدرجه حراره المطبخ ليله كامله. في اليوم الموالي هنا كما كتشوفوا كنحصل على واحد الشوكولاته ملي كتماسك كنحصل على هذا الشكل. غادي نبدا نطرب الخليط مزيان حتى كيبان لكم اللون ديال الشوكولاط، يعني تغير من الاصفر كيولي ابيض، وكذلك من الاسود كيولي يعني مارون. ملي كتخلطوا تطربوا المكونات يعني كيتغير اللون ديال الشوكولاط. صافي من بعد اخواتي غادي تاخذوا بالنسبه للغاناش ديال الشوكولاته البيضاء غادي نستعمل 150 غرام ديال الكريمه تكون بارده وتطربوها على هذا الشكل وتدخلوها في الكريمه. اما بالنسبه للغاناش
الاسود كنستعملوا 200 غرام ديال الكريمه البارده حتى هي اللي كنطلعوها وكنبداو ندخلوها في الكريمه بالتدريج. المهم نتوما ديروا واحد الزلافه اللي هي كبيره وديروا الكريمه في مره. انا هنا درت واحد الغلط انني درت زلافات صغار وما دخلتش يعني الكريمه كلها في دق. هنا اخواتي خديت واحد الكاسرونه اللي درت فيها 3 المعالق ديال الكراميل، معلقه ديال الجليكوز وسخنتهم مزيان وضفت 100 غرام من القرقاع اللي يكون محمر. هاد الطبقه الطبقه الاولى المقرمشه صراحه جات لذيذه لذيذه لذيذه. ويمكن لكم ديروا نص يعني 50 غرام من اللوز كونكاسي و50 غرام من القرقاع يكون محمر. انا حذفت اللوز يكون في الطبقه، خليت غير القرقاع فقط، وحيت الطبقه ديال الشوكولا يعني القرمشه ديال الشوكولاته غادي تكون داخله فيها اللوز كونكاسي، هادشي علاش انا حذفت اللوز. بالنسبه للطبقه المقرمشه ديال الشوكولاته كنحتاج 150 غرام ديال الشوكولاته بالحليب تكون من نوعيه جيده اكيد، 50 غرام ديال اللوز محمر كونكاسي محمر، وعندي 150 غرام ديال الفويتين. ويمكن لكم تضيفوا البراليني يعني باش تجي يعني الطبقه لذيذه بزاف، ولكن غير انا اكتفيت غير بهذا الخليط وجا خطير. اول حاجه اخواتي، المهم انا ما عنديش هذاك السلوفه اللي كيديروا الاخوات في الجناب باش كيحافظوا على الكيك، عوضته بهاد البابي سولفيريزي. عندي هنا درت الطبقه الاولى من الجينواز سقيتها بالسيرو اللي درت فيه كاس ديال السكر وجوج كيسان ديال الماء، خليتهم حتى غلاو وهو اللي بديت كنسقي به طبقه ديال الكيك. هنا استعنت بالبوش جوطابل اللي درت فيه نصف الكريمه ديال الغاناش الابيض الاسود عفوا، صافي كنوزع الكريمه فوق هذاك الجينواز وكندير الطبقه المقرمشه الاولى. يعني ديروا اي حاجه بغيتو ديروا كراميل هو الاول، بغيتو ديروا هاد الطبقه اللي كتكون فيها الفويتين او لا سميتو يعني لكم الاختيار. بصراحه هاد الكيك ديزاين كيجي لذيذ وخطير رغم انه شويه متعب في يعني في المونتاج ديالو يعني في لي غاناج في كل شيء، يعني انه متعب ولكن حاجه ما تغلى على وليداتنا. المهم درت الطبقه الثانيه وسقيتها مزيان حتى هي بالسيرو، وغادي نضيف الكريمه ديال او الغاناج الابيض. المهم هنا شويه محناتني هاد البابي سولفيريزي اللي درت في الجناب. المهم انا اللي ما عنديش عوضته، بغيتو نتوما تشريو هذاك السلوفان او لا هذيك البلاستيكه اللي كتكون في الجناب شريوها. المهم انا نسيتها وعوضتها بالبابي سولفيريزي، حتى هو كان عملي غير هو مع طويل، هادشي علاش انا لقيت مشكله مع كنصور و ميم طون كنمونطي. المهم هنا درت طبقه ديال المقرمشه ديال الكراميل وغادي ندير كندهن واحد شويه ديال الكريمه البيضاء في الجينواز، وكنحط هذاك الطبقه ديال الجينواز على الطبقه المقرمشه ديال الكراميل وكنسقي عاوتاني مزيان. المهم هنا الا بغيتو ديروا يعني تحدوها في 4 طبقات اولا 3 طبقات، كديروا الكريمه البيضاء كلها. انا هنا بغيتها شويه تجي عاليه، خليت شويه الكريمه البيضاء ونسيت بان الجنواز ما كانش عندي وعوضتها بجنواز سوداء. من بعد ما كنكملوا المونتاج ضروري تبات ليله كامله في الثلاجه باش هذوك الطبقات كيتماسكوا. عندي هنا 350 غرام من الكريمه الساخنه، زدت عليها زدتها على كيلو ديال الشوكولاط يكون خاص بالتغليف. المهم خلط المكونات حتى ندمجوا وداب ليا الشوكولاط وغادي نصفيه باش نحصل على واحد الخليط اللي هو خالي من الحبيبات. من بعد غادي نلونو شويه بالشوكولا باللون الاسود باش نحصل على اللون الكري، غير نكاسي هذاك البياض.
ونخليه في الثلاجه. من بعد كناخذ واحد الكميه من الكاناج الخاص يعني اللي غادي نغلفو به. غادي ندهن الوجه ديال هذاك البابي سولفيريزي وغادي نكفي عليه الكريمه صافي، وغادي نبدا نغلف الكيكه ديالي على هذا الشكل حتى نكمل التغليف، وكنخليها في الثلاجه حتى هي 4 ساعات. وهذا هو شكلها النهائي. نتمنى تعجبكم وتجربوها بالصحه والراحه. وكيف ديما ما تنساونيش بلايكاتكم وتعاليقكم، واللي اول مره كيزور قناتي وعجبته ما ينساش يدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. شكرا لكم والى فيديو جديد ان شاء الله.